السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله رمضان يجي علينا كلنا بخير وربنا يرفع البلاء ده من مصر ومن كل الدول العربية يا رب. النهاردة هنعمل بقى الفوانيس علشان خاطر رمضان. بحاجة سهلة، حاجة بتترمي هنروح ناخدها من الراجل كده ببلاش مش بفلوس. ونعمل كده فوانيس ونفرح اولادنا ونعلقهم وتبقى زينة شكلها حلو. الكرتونة بتاعة البيت احنا هنجيبها وهنقصها دواير كده زي ما انتم ما شايفين، وفي الاخر هعملها واحدة عكس واحدة وكده، بصوا فوق بعض لغاية ما هيكونوا هيبقوا فانوس. تمام. ان شاء الله باذن الله يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وما تنسوش اللايك علشان ترفعوا له الفيديو زي ما احنا متعودين يا حبايب قلبي، علشان تخلوا غيركم يشوفوه آم، ويستفاد بالفيديو، كلنا نفرح اولادنا. كل سنه وانتم طيبين. شايفين هو بقى شكل فانوس ازاي؟ انا واحده عكس واحده زي ما انتم شايفين، احنا نقص الدوريات دي. تمام. بص بقى، هي بتبقى الوان، الكراتين دي بتبقى الوان، فاحنا بقى بنجيب الالوان وانتوا بقى وبتشكلوها ازاي. بنحط بالشمع، بنلزقها بالشمع وبنقوم عاملينها بقى كده. بعد ما بنلزقها بمسدس الشمع، بصي احنا الدنيا متبهدله عشان قاعدين بنقص على الارض بقى، وكده كده احنا شايلين علشان نفرش على رمضان. ف تفضلوا بقى تعملوها كده علشان الفانوس يثبت. تمام. شايفين كارما قاعده بقى محتاسه معانا وبتعمل معانا. احنا جبنا الكور ديت علشان خاطر نلزقها في الفانوس برضو بالشمع ونعمله شكل حلو، يعني غير ما يبقى هو كده. هي الكور طبعا بتبقى في الهدايا اساسا، بتبقى متوفره عندنا في البيت، وهي اساسا رخيصه مش غاليه. عاوزه تشتريها شتريها، مش عايزه عادي مفيش مشكله. في ناس بتعمل الفانوس بفتلة وبتدخله من تحت قبل ما تحط الحتة، اخر حتة اللي فوق دي. في ناس بتعمله كده وفي ناس ما بتعمله. انا هوريكم انا عملته ازاي. تمام. وهنا وقع مني. بصوا يا حبايبي، انا كده خلصت الفانوس. بس ايه، احنا كده كنا عاملينه اي حاجة، بس احنا هنظبطه يعني. وبكده نكون يا حبايبي خلصنا الفيديو. هوريكم الشكل النهائي. بصوا بقى شكله عامل ازاي، جميل ازاي. شايفين فرح اولادنا بحاجة بسيطة. وانا كده جبت بصوا الخيط وعملت له دوريات من فوق.